السلام عليكم، ازيكم في بارت 4 من ازاي تعمل V7 كان على برنامج بلندر، ودوت هيكون البارت الاخير في السلسلة دي. طيب بصوا بقى، في الفيديو دوت احنا هنعمل حاجات كتير. احنا هنعمل الكاميرا وهنعمل الانيميت وهنعمل يعني السيت اب بتاع الكاميرا انها تتحرك مع الكان، وهنعمل اللايتنج وهنعمل الورلد اللي هو الاستوديو اللي هو بيظبط فيه الاضاءة. تمام. بس اول حاجة من كل دوت هنعمل الاول الغطا، نحط عليه الماتيريال بتاع البلاستيك، واخر حاجة خالص هنعمل السيتنجز بتاعت الريندر. تمام. متنسوش بقى لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نخش على الفيديو. طيب بصوا بقى، اول حاجة عشان نعمل الغطا، هو الغطا كده كده هيكون يعني بسيط وسهل. هنحتاج هنا الماتيريال بتاع البلاستيك. سيب لك لينك البرنامج دوت تحت في الديسكريبشن. برنامج حلو بيجيب لك الماتيريالز، يعني بلاستيك. ممكن مثلا نختار ده نوع، مثلا البلاستيك ده مثلا. ممكن طبعا تتحكم فيه في الماتيريال properties. فاكت دوت ممكن تزوده وتخففه. انا مثلا ممكن اخليه كده مثلا. تمام. وطبعا بتغير اللون من هنا، يعني بتيجي هنا فوق على الجنب تقسم الشاشة نصين كده، وتروح عند الشيدر اديتور. شايف بقى اللون الابيض دوت هتخليه ازرق، واللون الابيض اللي هنا دوت برضو هتخليه ازرق بالشكل ده، وهنا ازرق، وهنا ممكن تخلي دوت ازرق شوية. ممكن تخلي حاجة لونها ابيض شوية عشان تعمل ريفليكشن بالشكل ده. ترى عملنا الغطا. تمام. دوت كده الغطا. فاضل بقى اللي هي الكتابة اللي بتبقى مكتوبة فوق دي. تعالوا نعمل. تعالوا بس نشغل الكي هنا عشان تعرفنا بعمل ايه بالظبط. أيوة. طيب. طيب بص بقى، انا هتلاقيني سايب لك اللوجو تحت في الديسكريبشن. تمام. اللي هو اللوجو بتاع V7 اللي هو كده كده محطوط فوق في الغطا، هتلاقيني محطوطه لك تحت في الديسكريبشن. طيب بص بقى، مبدئيا كده دوت الاوبجكت دوت هيكون ميش. تمام. هو دوت كده مش صورة. طيب فعشان نعمله، تمام، بس دوت طبعا مش اللي هنحطه على على الغطا دوت، بس بوريك شكل اللوجو عامل ازاي. تمام. دوت اكيد مش هيتحط عشان مش هنعرف ان احنا نعمله او ننحته على الغطا، يعني هو بيكون في حتة منه بارزة كده. تمام. فهنحتاج ملف SVG. طبعا هتلاقيني سيبهولك تحت برضو في الديسكريبشن. فانت هتيجي فوق هنا عند كلمة فايل، تنزل تحت import SVG. ننزل تحت. هو اطلع بيه فوق. هو هنا select objects، اطلع لي فوق. طبعا هو بيبقى صغير فانت بتكبره بالشكل ده. تمام. وهنجيبه كده لوحده، ونقرب كده شوية ونرجع شوية، نرجع كده حبة وتطلع في التوب فيو. تمام. انت هنا طبعا بتشيل الزيادات، بس عشان تشيل الزيادات انت لازم الاول تعمل له convert to mesh. طبعا بتعمل mesh. فاحنا الجزء اللي فوق دوت احنا مش عايزينه، فاحنا هنعمل عليه select عادي كده خالص، alt z، تعمل select على الجزء ده، x face. تمام. وطبعا لو في حتة تانية زيادة ممكن نشيلها. تمام. وتقوم عامل سيلكت عليهم كلهم، كنترول جي بالشكل ده. بعد كده تدوس اي و A. بتدوس اي عشان تعمل لهم اكستراكت. تمام. او ممكن انت بدل ده تروح هنا عند الموديفايرز، جنريت سوليديفاي بالشكل ده، اسهل يعني. وكمان لو عايز تتحكم فيها بالشكل ده، بس انا يعني هختار احسن الاكسبورت او الاكستراكت، سوري. تمام. ونقوم راجعين هنا تاني، دوس سلاش،
وتجيب اللوجو هنا وتحطه هنا كده في النص. طبعا هو بيكون كبير. اوريجين set origin to volume بالشكل ده، وتنزله لتحت. اطلع لفوق شوية بس زد، ننزل بيه لتحت. طبعا انت ممكن تعمله اس زد. بص هو بيكون فيه يعني حتة بارزة منه شوية كده، فممكن نغير، ممكن نشيل ده خالص، مش عايزينه اصلا، ونختار الماتيريال اللي هو بتاع البلاستيك ده عشان يكون ماشي معانا كده. مثلا تعالوا مثلا نشوف شكله هنا عامل ازاي. ممكنش باين اوي كده، ممكن نفتح شوية. بيكون كده يعني مثلا، فاهمين؟ طيب فوق كده ممكن نقلل، ممكن نزود ده شوية بحيث انه يبقى شفاف. طبعا في ماتريالات بلاستيك تانية كتير، بس انا يعني بفضل ده اكتر، يكون بالشكل ده. تمام. بعد ما حطينا اللوجو طبعا ممكن بقى تربط الغطا باللوجو، بس يعني ممكن انا اعمل منهم نسخة عشان لو حصلت مشكلة باك اب، يعني نعمل منهم باك اب. نعمل اتش وناخد الاتنين دولت كنترول جي، نربطهم هما الاتنين ببعض. تمام. بعد ما ربطناهم هما الاتنين ببعض، تعالوا بقى نعمل الكاميرا. يلا بينا. طيب بصوا بقى، بعد ما عملنا خلاص الغطا، تعالوا بقى نخش في الكاميرا. طيب بصوا، هتدوس شيفت A وتجيب كاميرا. حلو. وتخش كده في الفيو بتاعها، وهتنزل تحت هنا انت في السيتنجز بتاعت الكاميرا والكاميرا properties. تمام. تنزل تحت تفتح حاجة عندك اسمها هنا view part display. حلو. هتلاقي حاجة عندك مثلا، هتلاقي عندك حاجة هنا اسمها passepartout. حلو. passepartout ديت بتخلي التركيز مثلا التركيز كله يبقى على الكاميرا في الماتيريال بريفيو كده مثلا. بصوا بالشكل ده، يعني بيضلل لك المساحة اللي بره الكاميرا ويخليك مركز في الكاميرا بس. حلو. وهتروح هتدوس ان ايتم، واللوكيشن هتخلي الواي لوكيشن نيجاتيف 20 مثلا بالشكل ده. ممكن تطلع بيها لفوق شوية كده، او خلينا عشان نبقى بس الدنيا مظبوطة ممكن نطلع بيها لفوق هنا كده مثلا، نظبط ده كده مثلا يعني. ممكن نرجع لورا بالشكل ده، والروتيشن خليه 90، وننزل بقى لتحت كده بالشكل ده. طبعا ممكن نخلي الواي، نرجع لورا بالشكل ده كده مثلا. بس يعني بمعنى صح يعني خلي الكاميرا بص على الكان لوحدها يعني. حلو. طيب بص بقى، بعد ما خلاص خلصنا الكاميرا، في حاجة عايزين نعمل. هتدوس شيفت A وهتجيب بين اكسس من الامبتي. تمام. البين اكسس دوت هتقوم طالع من الكاميرا، تروح لرايت فيو وترجع ورا كده، وتيجي عند الكان
البين اكسس اللي انت لسه جايبه ممكن تخليه كبير شوية وتطلعه لفوق وتدوس جي واي وتخليه قدام الكام بالظبط، عشان دوت هيكون الكاميرا فوكس بتاعنا. حلو. وتقوم راجع تاني للكاميرا بالشكل ده. بعد كده هتقوم رايح عند الكونستريت واد اوبجكت كونستريت كوبي لوكيشن وتقوم مختار بيها الكان بتاعنا. حلو. وتختار برضو هنا نفس الاوبشن shrink warp وبرضو هتختار الكام بتاعتك وهتقفل الاكسس اللي هو بتاع الواي عشان البلين اكسس يفضل في مكانه. حلو. لو انت شغلتها هيغير مكانه عشان هو كده كده هيكون حاسب الواي لوكيشن بتاعه، فاحنا مش عايزين يحسبه، احنا عايزين بس الاكس والزد. حلو. بعد كده هتقوم راجع تاني للكاميرا properties وتنزل تحت في حاجة عندك هنا حاجة اسمها depth of field. depth of field ديت يعني بتعمل لك فوكس على حاجة معينة وبتعمل لك بلور على الحاجة اللي وراها. حلو. يعني بتعمل فوكس، مثلا احنا عايزين نعمل فوكس على الكان بس لوحدها واللي وراه مثلا الباك جراوند مش عايزينها تبان، ممكن تعملها يعني بلور شوية كده. تمام. بس احنا مش عايزين بلور جامد، فاحنا ممكن نخلي الفوكس ستوب ممكن 0.5 مثلا بالشكل ده. طيب بعد ما عملنا الكاميرا فوكس تعالوا بقى نعمل الكاميرا كنترول. بص بقى، عشان نعمل الكاميرا كنترول هتدوس شيفت A وهتروح برضو عند الامتي وتختار مثلا اي شيب، ممكن نختار كيوب بس ممكن نخليه صغير شوية بالشكل ده. حلو. هتلاقي عندك فوق هنا الكاميرا والامت اللي انت لسه عامله، فهتدوس كنترول وتختار معاهم الكاميرا وتدوس كنترول بي وتختار اوبجكت. تمام. عشان لما نيجي نحرك ده، المفروض كنت اعمل اول الكاميرا، ممكن هنختار زي تختار الكاميرا وبعد كده الكاميرا والامتي وكنترول بي اوبجكت. تمام. عشان لما نيجي نحرك الامتي دوت، لما نيجي نحركه الكاميرا ايه تتحرك معاه. حلو. طيب بص بقى، تعالى بقى نعمل الانيميشن بتاع الكاميرا. بص بقى. طيب بص بقى، عشان نعمل الانيميت انت هتعمل اول حاجه سيلكت على الكان الاول. حلو. لازم نشيل ده هنا. طيب هتعمل اول حاجه سيلكت على الكان وهتروح عند اللوكيشن وهتبقى واقف عند فريم 15 وتروح للزد لوكيشن وتخليه، او مش هتخليه يعني انت هتقوم رايح عنده كده insert single frame وتقوم رايح عند فريم 35 او 35 بالشكل ده. حلو. وتخليه 1.4. حلو عشان يطلع فوق شوية وتدوس برضو insert single. تمام. بعد ما عملت اللوكيشن تعالى بقى الروتيشن، هتفضل واقف على نفس الكي فريم اللي هو 35 وهتدوس اي. حلو. اي وتقوم رايح عند فريم 100 وهتخلي الاكس بي مثلا ممكن تخليها نيجاتيف، مثلا نيجاتيف 11.6 مثلا، عايزينها يعني تكون عاملة حركة كده بتلف. تمام. ممكن تخلي الواي نيجاتيف 0.7 بالشكل ده. وممكن تخلي الزد بقى يعني مش هتخليها بالنيجاتيف بقى، ممكن تخليها 25.5 مثلا، او ممكن نزودها شوية او على حسب يعني الموشن اللي انت عايز تعملها يعني، مش لازم الانيميت دوت، ممكن تعمل اي انيميت تاني. ممكن مثلا تخليها 25.9 بالشكل ده كده. تدوس اي. تعال مثلا كده نشوف، بس نعمل سيف عشان ما يقفلش. نبدأ من عند فريم 15. تبدأ ان هي تطلع تطلع تطلع. طبعا لسه هنحرك الكاميرا معاها ولسه طبعا هنعمل الحركة وهي الليبل بينزل عليها كده. كل دوت على فكرة وهي سيلفر. تمام.
طبعا هي كده بتلف. طبعا لو انت مثلا مش عايز اللفة تاخد معاك وقت، ممكن مثلا تخلي الكي فريم اللي على 100، ممكن انت مثلا تخليه على 50 60 70. كل ما هتبعد الكي فريم كل ما الحركة هتبقى بطيئة، فاهمين؟ لو قربت اكتر من الحركة مثلا من الكي فريم اللي انت عملته قبل كده، الحركة تبقى سريعة. يعني مثلا لو انا قربت الكي فريم بتاع ال 100 دوت خليته جنب ال 35، هتلاقي اللفة حصلت بسرعة، تمام. انما لو خليته ابعد هتلاقي اللفة حصلت بطيء، تمام. طيب خلينا بقى نكمل. طيب نيجي بقى للانيميت بتاع التكستشر افكت. اول حاجة انت هتدوس اي عليه كده في اول فريم، وهتيجي عند فريم 20. او ايه ده، لا مش كده. تيجي عند فريم 20 بالشكل ده 20، وتقوم مخلي اللوكيشن 2 مثلا بالشكل ده، وتدوس اي، وتقوم رايح عند فريم 30، وهتخلي اللوكيشن برضو في الزد ممكن تخليه 2.5 اه 1.4 مثلا او ممكن تزودها شوية 1 كده مثلا، وتدوس اي، وتقوم رايح عند فريم بقى 75، لا مش من هنا، 75 بالشكل ده، حلو. وتخليه مثلا ينزل اللي هو حب، اللي هو مش هينزل قوي يعني، ممكن. وتدوس اي، تروح بقى عند فريم 85، حلو، وتخليه ينزل كله، وتدوس اي بالشكل ده، تمام. طبعا هو هيبدأ ان هو يكمل. ندوس سيف. تمام كده خلصنا الانيميت بتاع التكستشر افكت. تعالوا بقى للكاميرا. طيب دوت الامتي اللي هو بيتحكم في الكاميرا. انت اول حاجه هتروح لفريم 15، حلو، وهتخليها insert single keyframe، وهتروح عند فريم 40 بالشكل ده، ومثلا ممكن في الحته دي ممكن تخليها 1.45 مثلا بالشكل ده. دوس اي هنا، و تعالوا مثلا كده نشوف. طيب بصوا بقى، عشان نعمل كنترول بتاع الكاميرا، انت اول حاجة هتعملها، تعالوا بس نقرب شوية، نطلع دي لفوق شوية، حلو. بص بقى، انت هتروح عند فريم 15، حلو، وهتدوس اي، حلو، في الزد لوكيشن، وتقوم رايح عند فريم 40 مثلا. طبعا هو هتكون طلع لفوق، فاحنا هنطلعها فوق بحيث يعني مثلا تطلع يعني كده مثلا، بتدوس ار، بس ديت كده الكنترول بتاعك. فهو هيبدأ تبقى ثابتة في الأول، تمام. وبعد كده هتقوم، هو كده الكاميرا بتتحرك مع ال V7 كام، والتكستشر افكت نازل عليه، يقوم طالع فوق، هيعديها بشوية يقوم نازل تاني مثلا وهي بتلف. ممكن مثلا هنا، مثلا نقول لا مش كده، يعني ممكن مثلا نقوم منزلينها هنا مثلا، ندوس اي بالشكل ده. تمام كده احنا خلاص خلصنا كل حاجة خاصة بالكاميرا والانيميت.
فاضل بقى الإضاءة. يلا بقى نشوف هنعملها ازاي. طيب بصوا بقى، اولا انت هتدوس شيفت A وهتجيب بلان وتدوس RX 9 وتدوس اس وتخليها كبيرة كده. طبعا الغطا هنعمله بس انا شايله بعدين. تمام، يبعد ده بس شوية مثلا كده. نجيب الفيو ده. طبعا احنا مختارين الوورد، ممكن نزود مثلا ده شوية. وبعد مثلا ممكن تجيب مثلا لايت، تجيب اريا. نرجع هنا بس شوية بس اشوف هي فين، وتدوس RX RY. تلاقي مثلا سبوت عليها كده، مثلا ممكن تحط اضاءة واحدة مثلا، بالنسبة لي تمام، عشان الاستوديو اللي انا حاطه عامل اضاءة قوية، فممكن اخليها هي مثلا لوحدها تدي مثلا شعاع، مثلا نخلي الباور مثلا كده. هنطلع من الكاميرا اشوف بس وانا فين. ممكن نرجع كده وندوس RZ، نطلع فوق مثلا بالشكل ده، نزود الباور بتاعها شوية. ممكن تدوس شيفت دي وتحط إضاءة تانية جنبها تعمل شكل. طبعا ممكن تغير لون الباك جراوند، بدل ما هي بيضة أو ممكن تشيلها خالص أصلا. تمام، ممكن مثلا نخليها كده مثلا، ممكن نزود ده شوية نخليها عالي كده، نجيب مثلا واحدة قريبة منها شوية. نخرج من الكاميرا عشان نعرف نتحكم. ممكن نبعدها سيكا. مثلا بالشكل ده كده. تمام. طبعا تعالى مثلا نشوف الفيو. نقلل ده كده مثلا، ممكن نبعد الباك جراوند دي شوية مثلا بالشكل ده. ممكن كده مثلا، ممكن نقلل الإضاءة دي شوية بالشكل ده. ممكن نعلي كده مثلا عشان نشغل نشوف. طبعا كده بيتحرك. ممكن مثلا نشيل الإضاءة اللي هنا كده مثلا. تمام. طيب بص بقى، ممكن نرجع تاني الغطا، نرجع هنا تاني. تمام. نرجع ورا خالص، نجيب الغطا هنا، ندوس GZ وننزله لتحت بالشكل ده، نظبط عليه كده مثلا. GY كده. ممكن نربطه بيه، كنترول بي اوبجكت كده مثلا.
ديب ترانسفورم. تمام. بعد كده تعالى بقى نشوف الحركة كده هتبقى عاملة ازاي. الكاميرا ما عم جايين هنا بس. هي بتطلع لفوق مع الكاميرا، بعد كده هتقوم لا مع الغطا. تمام. بص بقى اخر حاجة خالص في الفيديو، تعالوا نعمل السيتنجز بتاعت الريندر. بص بقى هتنزل تحت هنا خالص، تلاقي عندك حاجة اسمها هنا color management. حلو. الديسبلاي ديفايس هتخليه لا هنا. تمام. هتخليه الكرونوس. تمام. هتخليه على الكرونوس، وغالبا عندك هيكون فيلمك، بس احنا هتخليه كرونوس، وتخلي اللوك هاي مثلا. تعال مثلا كده نشوف يعمل ازاي، يبقى معاك بالشكل الجامد ده. تمام. وبس كده، ده كان نهاية الفيديو. ديت كانت سلسلة ازاي تعمل V7 كان على برنامج بلندر. بس يا رب يكون السلسلة عجبتكم. متنسوش بقى اللايك والسبسكرايب وشير الفيديو في كل حتة عشان يوصل للي عايز يتعلم بلندر. كان معاكم يوسف من قناة بلندت ات، وسلام.